السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم ينعاد علينا وعليكم بالصحة والسلامة يا رب. رجعنا لكم فيديو جديد اليوم. حبيت أعملكم معروك سوري على طريقتي، بطريقة كتير سهلة وبسيطة. بالشهر رمضان ما بيحلى الشهر رمضان والفطور إلا بالمعروك السوري. لو حابين تشوفوا الطريقة حبايبي ما تنسوا تدعموني باللايك، اشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس مشان يوصلكم كل شي جديد. راح اجيب طنجرة واحطها على البوتاجاز وراح اضيف الحليب. انا هذا الحليب راح يكفيني 3 معروكات، وراح اسخنها بس ما بدنا نسخنها كتير، بس ندفيها شوي، لانه اذا الحليب سخن كتير فالخميرة ما بتعطي مفعول. هون راح اضيف معلقة خميرة فورية، اضيفها معلقة ملح، معلقة سكر، معلقة طحين، وراح اخلطهم مع بعض حتى يدوب السكر والخميرة. راح اخلطهم كتير منيح. طبعا انا اول ما الحليب سخن انا طفيت تحته النار، وهلأ عم دوب الخميرة والهي السكر، وبعدين راح اغطيها واخليها بس 5 دقايق، وراح اغطيها بشقفة قماشة واتركها 5 دقايق ونرجع تاني. بعد ما مروا 5 دقايق مثل ما انكم شايفين صار عندي فقاعة. ولا راح نضيف بقية المواد، راح اضيف معلقة محلب. طبعا فيكم تضيفوا يانسون اذا ما في محلب، ربع كاسة سكر، بياض 3 بيضات لانه على كل معروك لازمنا بيضة، وراح اضيف 3 معالق كبار من اللبن او الزبادي. نخلطهم كتير منيح. ولا راح نضيف ربع كاسة زيت، فيكم تستبدلوها بالزبدة. كمان راح ارجع اخلطها. بعد ما ضفت كل المواد رجعت بس سخنتها شوي لانه الحليب برد بعد ما ضفت له الزبادي والزيت. وهلا راح اضيف الطحين، وراح اضيف الطحين حتى تصير عندي العجينة متماسكة. طبعا ما بدنا اياها تكون شوي طرية. هلا بعد ما عجنت خلصت رجعت تاني. هلا راح اجيب طنجرة كبيرة اكبر من هاي اللي انا عجنت فيها، وراح نضيف المي، تقريبا لتر مي او لترين، وراح سخنها لاني بدي اخمر العجينة فيها. هلا عندي صفار 3 بيضات، راح اضيف عليهم الفانيليا واخلطهم واحطهم على جنب مشان بعدين ادهن فيها سطح المعروك. هلا بعد ما المي سخنت راح احط الطنجرة فوق الطنجرة مشان تتخمر معي بهذا الشكل. طبعا الطنجرة اللي حطيت فيها مي اكبر من الطنجرة اللي عجنت فيها العجينة. وبعد ما سخنت المي راح اطفيها واغطيها بقماشة واخليها تقريبا ساعة او نص ساعة حسب ما تتخمر معي العجينة. وبعد 3/4 الساعة رجعنا مثل ما كنتم شايفين العجينة اختمرت. وهلا حطيتها بالصينية ومديتها وراح شكلها بكاسة الشاي، بس حط لها الشكل. بعدين دهنتها بالبيض والفانيليا، وهذا هو المعروك الثاني. بعدين راح ارش عليها حبة البركة. طبعا هاي اختيارية، اللي بيحب يرش واللي ما بحب بلا. هذا المعروك الثاني. هلا راح ارش عليها السمسم الابيض. طبعا انا مشغلة الفرن على درجة حرارة 180، وراح احط المعروك فوق الفرن لحتى يختمر كمان تقريبا من ربع ساعة لنص ساعة حتى المعروك يختمر. مثل ما انكم شايفين بعد ما حطيتها فوق الفرن اختمرت معي، وهلا راح احطها جوات الفرن.
وهلا مثل ما انكم شايفين طلعنا المعروك من الفرن وها هي الشكل. هلا دهنتها بالقطر، فيكم تدهنوها بالعسل بس انا عملت قطر. كاس السكر ونص كاسة مي وعصرة ليمونة وغليتها. بعد ما تقل معي طبعا هلا دهنت سطح المعروك فيها، وهلا راح نرش الجوز الهند. ها هي الشكل النهائي. يا رب يكون عجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو واستفدتوا ما تنسوا تدعموني باللايك، اشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس مشان يوصلكم كل شي جديد.